أيها الإخوة، أختم بأبيات سطرها رجل مضى إلى ربه، أسأل الله أن يعظم أجره وثوابه لهذه أو لما أنشأه من هذه الأبيات. أقرأها خاتما هذه الحلقة بالثناء على أمنا أم المؤمنين فحسب، لا المجوس. وأسأل الله أن يهدي الشيعة الإمامية إلى ذلك، إلى هذه المحبة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ما شأن أم المؤمنين وشان، هدي المحب لها وضل الشان. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خفرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة، ودليل حسن طهارة إحصاني. والله أحصنني بخاتم رسله، وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني. أوحى إليه وكنت تحت ثيابه، فحنى علي بثوبه وخباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي، ومحمد في حجره رباني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. وإذا أراد الله نصرة عبده، من ذا يطيق له على خذلاني. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان. إني لطيبة خلقت لطيب، ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين، فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه، وإلى الصراط المستقيم هداني. والله يكرم من أراد كرامتي، ويهين ربي من أراد هواني. والله أسأله زيادة فضله، وحمدته شكرا لما أولاني. يا من يلوذ بأهل بيت محمد، يرجو بذلك رحمة الرحمن. صل أمهات المؤمنين ولا تحد، صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا، فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة، والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أزاهر البستان. يا عباد الله، مقام أم المؤمنين في القرآن عند الله عظيم، وعند الله ورسوله في السنة عظيم. الحلقة المقبلة نتناول
ما لم نقرأ شيئا منه من فضائلها في سنة الرسول، ونجيب على مسائل الشيعة في ذلك، هل خرجت على إمام زمانها كما يزعمون. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.